زمان كان المريض اللي بيدخن ما ينفعش نعمل له زراعة بشكل تام، يعني الزراعات ما كانش عندها قابلية ان هي تلتئم مع العظم مع التدخين. دلوقتي الموضوع اتطور، ولكن خليني اوضح نقطة مهمة جدا جدا جدا، الا وهي لو المريض مدخن بشراهة فما ينفعلوش زراعة، لان في الاخر هيؤدي الى فشل الزراعة وفشل التركيبات اللي فوق الزراعة. ولكن لو المريض امتنع عن التدخين قبل عملية الزراعة باسبوع او اسبوعين، وبعد عملية الزراعة باسبوع برضو او اسبوعين، تعتمد على حالة الاسنان، فساعتها نقدر نقول له ان انت نقدر ان احنا نعمل لك عملية زراعة. انا بفضل الله عملت زراعة لمرضى كتير بيدخنوا، وعندنا متابعات الاكتر اهو من 6-7 سنين. مرضى بيدخنوا، قدرنا ان احنا الزرعة تنجح والموضوع كويس جدا. ولكن خلينا نسمي ان مريض التدخين ده هاي ريسك، يعني في مخاطرة كبيرة جدا لو عملنا الزراعة ان الزرعة تفشل. بيعتمد على اهتمام المريض باسنانه، عدد السجاير اللي بيشربها في اليوم، بتعتمد على بيروح للطبيب الاسنان قد ايه علشان يعمل علاج لاسنانه، تنظيف للجير، تنظيف للاسنان. فانا بنصح اي مريض تدخين طبعا كطبيب من واقع الضمير الطبي ان التدخين ليه اضرار على كل الجسم مش بس الاسنان والزراعه. فبنصح اي مريض ان هو يقلع عن التدخين تماما. ولكن لو احنا بنسال بالظبط هل التدخين يمنع الزراعة في 2024؟ لا. لو المريض بيستهلك عدد سجاير قليلة، لو المريض بيعتني بأسنانه، لو المريض هيسمع كلام طبيب الأسنان في ان هو يمتنع عن التدخين قبل الزراعة وبعد الزراعة بالمدة اللي حددها دكتور الأسنان، لا نقدر نعمل عملية زراعة ناجحة إن شاء الله. أما بالنسبة للبيشنت اللي بيقول لي لا يا دكتور أنا هفضل أدخن سجاير بعدد كبير ومش هقدر أمتنع عن التدخين، ساعتها بنوجهه لحل من اتنين: يا إما إن احنا نعمل تركيبات ثابتة على الأسنان الطبيعية اللي موجودة، سواء كراونز اند بريدجز اللي هي الكباري او الطرابيش المنفردة، او بنقول له لو هو ما عندوش أسنان خالص ان هو يعمل تركيبات متحركة زي الأطقم والأطقم الجزئية.